طبق سخن مليان رز وعدس ومكرونة وحبة بصل مقرمش، لأ وصلصة حمرا كده بتلسع في سقف البق، وريحة التقلية طالعة من كل حتة، والخل والثوم بيقولولك إحنا هنا. هو ده بقى الكشري المصري. بس يا ترى هو فعلا مصري ولا في كلام تاني؟ في اختلاف كبير بقى حوالين أصل الكشري، في ناس بتقولك ده مصري من زمان، والهنود بيقولك لأ ده بتاعنا احنا. لكن الرواية الأشهر بتقول إن ابن بطوطة ألف كتابه من ضمن الرحلات اللي كان راحها لمصر، إن الكشري ده جه مع دخول الجنود الهنود في الحرب العالمية، يعني في وقت الاحتلال البريطاني. المصريين وقتها شافوه وقالوا إيه الأكلة دي؟ لأ ده إحنا لازم نحبّشها شوية، نزوّد عليها حبّة مكرونة، رُش زوّد تقلية، لأ وزوّد بقى حبّة صلصة مشطشطة، ودلّعها كده بشوية خل وتوم. من ساعتها الكشري ما بقاش مجرّد أكلة، ده بقى اختراع مصري خالص، اتنقل من الشوارع للمحلات والعزومات، والكشري بقى أكلة الشعب، رمز البساطة اللي بتشبّع، والإبداع المصري اللي بيعرف ياخد أي حاجة من أي حتّة ويدّيها طابع خاص. في كل معلقة كشري هتلاقي حكاية، هتلاقي ناس فكّرت وخلطت وطلع الطبق بقى نجم السفرة. ومن كل حي في مصر لحد عندك كل طبق كشري في سطر من التاريخ، وكل حكاية ليها مكان هنا في الأكلة وما فيها. ولو حبيتوا الحكاية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.